السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن بامية حلو قوي ومعاه شوية ملوخية وبتنجان مخلل ورز، بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة بقى أمهاتنا. دي بامية مغسولة طبعا، غسلاها ومقمعاها ومقشراها. انا معرفش يعني لازم ما بعرفش اكل الباميه الا لما اقشرها بالشكل ده، اقشر كل الجوانب بتاعتها. جربوها يا جماعه، مش هتعرفوا تاكلوها بقشرها ابدا بعد كده. بتبقى ناعمه معاكي وبتبقى لونها فاتح وهي مطبوخه بتبقى حلوه جدا. ده عصير طماطم متصفيه، وقرنين فلفل رومي، وبصلايه صغيره وشويه توم. حطينا هنا الماده الدهنيه حسب ما انت عايزه. انا حاطه هنا سمنه. هنحط بقى فيها بصلايه المفرومه ناعم، ونقلبها كده لحد ما تصفر. وبعد ما تبدأ تدخل في تغيير اللون كده، هنزل بمعلقة توم مفروم، واقلب كده بقى لحد ريحة التوم ما تطلع اللون ده كويس قوي كده معايا. هنزل بقى بعصير الطماطم زي ما قلت لكم، احنا عصرينها ومصفيينها من القشر بتاعها. نزلت بقى بعصير الطماطم اهو، واسيبه بقى يغلي كده شويه مع نفسه. في ناس بتعمل مع عصير الطماطم والتسبيكه دي، بتنزل باللحمه وهي نيه مع البصلايه. بس انا بفضل ان انا اخد اللحمه نص سلقه كده، علشان خاطر يبقى عندي شويه شوربه اعمل بيهم ملوخيه، اعمل شوربه لسان عصفور. وبتبقى كده برضو طعمها حلو، مش طعمها جميل، وانا متعوده على كده. احنا نزلنا بقى بالطماطم، ومعاها الملح والفلفل والثوم. جربوا يا جماعه الطريقه دي هتعجبكم جدا. بتبقى الباميه خفيفه وطعمها حلو جدا. على بقى ما القوطه تتسبك مع نفسها، ده بتنجان اسمر محمراه وفلفل، وهنا ده توم وفلفل احمر وعصير ليمون وخل وشويه ملح، مش اكتر من كده. يبقى الخلطه بتاعت الحشوه بتاعت البتنجان المخلل، هنحط فيها توم وفلفل احمر وملح، وعليهم بقى ده فلفل احمر رومي يعني. عايزه سبايسي حطي، مفيش مشكله. هنزل بقى بعصير الليمون. في كام بذره كده هشيلهم بس. وهنزل بشويه الخل، وابدا بقى احشي الباذنجان كده، واسيبه بقى ويخلص، اسيبه على جنب لحد ما اخلص بقيه الاكل. اهو همسكه كده احشي واحده واحده بالشكل ده. حلوه قوي يا جماعه الدقه دي، بسيطه ما فيهاش توابل كتير، هو الملح وبس مع الثوم والفلفل زي ما احنا شايفين كده، وشويه الخل وشويه الليمون. بتديله تيست حلو وخفيف، مش يعني مش مليان توابل وبهارات. اهو بالشكل ده بقى اخد معلقه من الدقه، واقلبها في فلفل رومي بقى، فلفل حامي على حسب ما انت عايزه. انا ما كانش عندي الا فلفل رومي، فعملت بالفلفل الرومي. نقلبهم بقى ونحطهم في الاثناء دي. بقى انا سايبه الصوص بتاع الباميه مع نفسه بقى على النار، بيتسبك كده وبياخد غلوتين. وسلقه اللحمه، انا سلقه من قبل، يعني انا من قبل ما ابدا كنت سلقه اللحمه ومخلصاها. بس كده بقى حاولي تزيني بقى الطبق للي هياكله، عشان يبقى شكله حلو، عشان زي ما قلنا ان العين بتاكل زي ما احنا ما بناكل بالظبط. ننزل بقى بشويه دقه كده على الطبق الجميل ده. والله الطبق الجميل ده يعني متهيألي مش عايز اي حاجه جنبه كده.
ونسيبه بقى على جنب، ونروح بقى نخلص بقية الاكل بتاعنا. اهو الباميه هحط عليها الفلفل الرومي، فلفل رومي او فلفل حامي حسب ما انتي بتفضلي. واللحمه هي مسلوقه وحطها في الطبق. الصوص خلاص غلي وقصر اهو، سبك كده مع نفسه بس مش تسبيكه جامده، لان هو لسه هيتسبك مع بعضه في الطاجن. نزلت الباميه والفلفل واللحمه، واظبط ملحي بقى، ادوق في المرحله دي عشان اشوف الملح مظبوط. لا بصوا لون الصوص جميل ازاي. قلبي بقى وسيبيها بالظبط تاخد غلوه. طالما هتدخليها احط بقى شويه ميه بس عشان تعرف تاخد سواها. طالما هتحطيها في الطاجن يبقى ما تسويهاش قوي، عشان الباميه ملهاش روح في التسويه هتتهري منك. الطاجن ده كنت حاطاه في الفرن اهو، بصوا سبكت وبقت حلوه ازاي. الطاجن ده حطاه في الفرن وسخن، لازم يبقى سخن كده يا جماعه. بصوا اهو، بصوا بيعمل ازاي عشان هو سخن. هحط بقى في الطاجن وزي ما انتم شايفين الباميه مش متسبكه، يعني مش متسبكه جامد. الصوص بتاعها خفيف عشان لسه هتدخل الفرن في الطاجن وهتتسبك تاني، هيتقل الصوص. حطيتها في الفرن بقى، وهنعمل بقى شويه ملوخيه حلوين كده. دول شويه شوربه، احط عليهم معلقه توم ني، مظبطه ملحي طبعا تمام التمام. هجيب بقى الملوخيه. انا الملوخيه دي فرماها طبعا في الكبه، ما فيش حيل انا بصراحه للمنهده مع المخرطه. طبعا المخرطه ليها طعم تاني، بس خلاص بقى الواحد بقى يستسهل. هننزل بقى بالملوخيه حبه حبه عشان ما تبقاش سميكه مننا. اهم حاجه لنجاح الملوخيه يا جماعه يكون الشوربه او السائل تكون كميته مظبوطه مع الملوخيه، يعني لا يكون تقيل ولا خفيف. يبقى مظبوط كده. خلاص انا خلصت وظبطت. هنزل بقى بمعلقه كبيره ماده دهنيه اللي انا عايزاها، وبعدين سمنه او زيت اللي انت عايزاه، وبعدين انزل بمعلقه كبيره توم، ومعلقه كبيره كزبره كمان، ومع بعض كده بقى يتحمروا. اللون ده حلو قوي. وانزل بقى بتقفل النار، وانزل بالطشه دي على الملوخيه الجميله دي، وخلاص وشكرا على كده. وبقى معايا احلى ملوخيه ممكن تاكليها، ريحتها كانت جايبه لاخر الشارع. حبه دول مهمين جدا اللي يتحطوا في الطاسه، وقلبيها بقى كويس قوي عشان خاطر ما ترقدش منك وما تغطيهاش. يبقى اهم حاجه زي ما قلنا ما نغطيش الملوخيه، وكميه السائل تبقى مناسبه لكميه الملوخيه. انزل بقى بالملوخيه. انا هغرفها بقى في طواجن كده، بما اننا عاملين طاجن باميه يبقى بنغرف بقى في الطواجن الملوخيه كمان. بصوا لونها رائع يا جماعه، روعه. لونها اخضر فاتح وجميله جميله جميله. هنطلع بقى الطاجن، وهغرف بقى شويه الرز الحلوين. عامله شويه رز بشعريه تحفه بصراحه. عشان تعملي شويه رز بشعريه حلوين، كل كوبايه رز قدامها كوبايه شعريه اهو. بصوا الطاجن بيغلي بقى كده ومتسبك وجميل. ودي كانت اكلتنا النهارده، وكانت غدوتنا النهارده، غدوه جميله جدا. انا عن نفسي عاشقه للباميه والملوخيه. فلو عجبتكم الحلقه ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.